السلام عليكم. اليوم راح نشارك معكم الدجاج بالجلبان والبطاطا. المرقه نتاعو تجي عاقده وبنينه وتجي خفيفه وما راحش تشبعوا منها. في مقله ولا طاجين حطيت شويه زيت زيتون وخليته يسخن مليح. من بعد ضفت قطع دجاج. خذوا القطع الثومه اللي متوفره عندكم. انا استعملت زوج فخاد كبار شويه، وكل فخد قسمته على زوج. زدت شويه نتاع الملح وفلفل كحل. خليت الدجاج يتحمر مليح من الجهه الاولى. كي خدا لون ذهبي مليح قلبته وزدت ثاني شويه ملح وفلفل كحل. ومن بعد ما تحمر الدجاج مليح نحيته وخليته على جهه. وفي نفس المقله ضفت حبه بصل كبيره قطعتها الى قطع صغيره وخليتها تتقلى مليح حتى دبلت وخدات اللون الذهبي. ومن بعد زدت زوج فصوص نتاع الثوم يكونوا كبار مقطعين وقليتهم مليح مع البصل. ومن تقلى البصل والثوم مليح زدت ضفت عليهم زوج حبات طوماطيش يكونوا كبار ومرحيين وخليتهم يتقلاو مليح مع البصل والثوم. سر البنه نتاع هذه الوصفه باش تجي عاقده وبنينه لازم الطوماطيش تنشف مليح من الماء نتاعها. نخليوها تتقلى على نار متوسطه ومره على مره نجيو نحركوها حتى نشوفوها عقدت وما بقاتش مايها. كي شفتها نشفت وتقلات مليح ضفت مغرفه صغيره معمره مليح نتاع بابريكا حمراء وقليتها شويه مع الطوماطيش باش تطلق اللون والبنه نتاعها. من بعد رجعت الدجاج اللي كنت حمرته من قبل وزدت حتى هذاك الماء اللي خرج منه ما ترميوش. عاودوا ضيفوه معاه وخليته يتقلى شويه مع لاصوص باش يتشرب كامل هذيك البنه. ومره على مره نجي نحركه باش لاصوص ما تلصقش وما تتحركش. ومن بعد زدت الجلبان. ديروا الكميه اللي حبيتوها نتوما وخليه يتقلى شويه مع الدجاج ولاصوص باش يزيد يتشرب تاني البنه. ومن بعد مرقت بالماء سخون والماء ما نصبوش مباشره فوق الدجاج، نصبوه غير في الحاشيه تاع المقله هكا باش الدجاج ما يسمطش. الماء زدت غير الكميه الكافيه اللي راح تغطي لي الدجاج تقريبا، وما نكتروش الماء هكذا باش الماكله ما تجيش مايها والصوص تبقى عاقده وبنينه. زدت للنار حتى كي غلات المرقه. من بعد غطيت المقله وخليتها تطيب على نار متوسطه. ما تقووش النار بزاف هكا باش الدجاج يطيب مليح على عقله والمرقه تجي عاقده. مره على مره كنت نجي نحل على المقله ونقلب الدجاج باش يتشرب المرقه مليح من كامل الجهات. والان هذه البطاطا كنت طيبتها في الكوشه غير بشويه زيت زيتون وتوابل تاع البطاطا باش تجي بنينه اكثر. انتوما تقدروا الى حبيتوا تقليوها اقليوها عادي، انا غير باش ما تجيش المرقه بزاف ميدمه. من بعد زدت البطاطا فوق هذا الطاجين ودخلتها شويه للمرقه باش تتشرب البنه نتاعها. ومن بعد خليتها تعقد شويه حتى هكا البطاطا تزيد تشرب البنه نتاع المرقه. وفي الاخير زدت ضفت عليها شويه نتاع المعدنوس من الفوق وطفيت النار. وهذا هو الدجاج بالجلبان والبطاطا. يجي بزاف بزاف بنين وخفيف ما راحش تشبعوا منه، راح تعاودوه في كل مره. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتخليوا لي رايكم في التعليقات. نقول لكم نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله ووصفه اخرى بنينه والسلام عليكم.